بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله سهله وسريعه، وفي نص ساعه هتكون خلصانه معاكم. لو مستعجلين وحيرانين في الاكل، شوفوا معايا الوصفه دي وان شاء الله تعجبكم. ولو عندك نص كيلو لحمه مفرومه ومش عارفه تعملي بيها ايه، جربي معايا الوصفه بتاعت النهارده دي. وان شاء الله تعجبك وتقومي تعمليها على طول باذن الله. نص كيلو لحمة مفرومة وشوية بسلة أو أي خضار عندك، مش شرط يكون بسلة، ممكن تستخدمي بطاطس أو كوسة أو فاصوليا. أي حاجة متوفرة وموجودة عندك تقدري تستخدميها مع الوصفة دي. وممكن كمان مش نص كيلو لحمة مفرومة، يعني ممكن تعمليها بأقل من نص كيلو من لحمة مفرومة. شوفي الوصفة معايا جهزناها ازاي، وان شاء الله تطلع سهلة وسريعة وتعجبكم بإذن الله. هنبدأ نجهز بقى الوصفة بتاعتنا. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هحط عليها بصلاية صغيرة فرماها ناعم في الكب او بالمبشرة. انا هنا فرماها بالمبشرة، بصلاية صغيرة خالص. هحط عليها ملح وفلفل اسود وبابريكا، وهقلبهم واعجنهم كويس جدا مع بعض. بعد ما توصل معايا تكون بالشكل ده، خلاص كده اتفرمت حلو وبقت ناعمة معايا. هبدأ بقى اشكلها لكرات صغيرة كده من اللحمة المفرومة. انا هنا عاملاها يعني تقريبا قد حبة الليمون كده. عايزين تصغروها اكتر من كده ماشي، عايزين تكبروها برضو براحتكم. يعني كل واحد بيعمل على حسب الافراد اسرته. عايزين كمية اكتر، عايزين كمية اقل، اللي انتوا شايفينه اعملوه. هنبدأ نكور النص كيلو كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا دوت طبق معايا حطيت فيه شوية دقيق. هكور اللحمة المفرومة واعملها كور بالشكل دوت واحطها على الدقيق ده. الدقيق اهو هيدي معايا لا لون حلو جدا وانا بحمر اللحمه المفرومه. يا دوبك بس احنا هنديها تقليبه كده بس مع الدقيق وخلاص. عملت الكميه كلها نص كيلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هغلفها بس كده، هغلف اللحمه المفرومه مع الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. وهبدا اجيب طاسه او حله عندي، هحط فيها معلقه كبيره من الزيت ونص معلقه صغيره من السمنه. سمنه زبده اللي موجوده متوفر عندكم استخدموه. يا دوبك لازم الطاسه هنا تكون سخنه جدا، علشان لما احط اللحمه المفرومه فيها ما تفكش معايا. ولما احط كمان اللحمه المفرومه مش هقلبها على طول، لو قلبتها على طول هتتهري وتفك مني. هنحط الكميه كلها او على حسب الطاسه او الحله اللي بنستخدمها، هنحط الكميه فيها على قد ما تاخد. شايفين انا ما قلبتهاش ولا جيت ناحيتها خالص. اول ما اخدت لون من تحت هبدا اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم، لو الطاسه مش سخنه هتنزل الميه بتاعتها واللحمه المفرومه هتنشف منكم. فلازم تكون الطاسه سخنه جدا. شايفين بعد ما اخدت اللون ده، انا هنا التسويه تقريبا 90%. سويت اللحمه المفرومه تقريبا 90%. في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الكفته، شوحت فيها الكفته، نزلت فيها ببصلايه ناعم، بشرها ناعم. وهبدأ اشوحها كده في نفس المادة الدهنية. ما حطيتش مادة دهنية تانية خالص، هي في نفس المادة الدهنية اللي انا حطيتها اول مرة مع الكفتة. اول ما حطيت البصلة مش قادرة اقول لكم الريحة بتاعتها طلعت وعملت ازاي. ريحتها كانت تحفة. هنبدأ نشوحها كده لحد ما تصفر شوية والبصلة تدبل وتستوي شوية معايا. هكون مجهزة معايا هنا هي دي كوباية من البسلة، كنت مفرزاها ومخزناها في الفريزر. وهحط كمان معاها حبة من الجزر، وهشوحهم كده كويس جدا مع البصل. تقريبا 3 4 دقايق كده، 5 دقايق بس. ايه البسله لان ما طلعتها من الفريزر حطيتها على طول مع البصل، ما كنتش سايباها فكه ولا حاجه. وطبعا لو في بسله فريش عندكم تقدروا تستخدموها برضو هتبقى حلوه جدا. تقدروا تستخدموا اي خضار موجود عندكم زي ما قلت لكم، بطاطس، وتقدروا تحطوا كوسه، تقدروا تحطوا فاصوليا، ممكن بسله مع اي حاجه من انواع الخضار دي برضو براحتكم. وحطيت كمان معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم. وهنا دول تقريبا 3 حبات من عصير الطماطم، كنت سايباهم في الفريزر، طلعتهم استخدمتهم على طول. هنحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وبابريكا،
طبعا لو حابين برضك تزودوا اي نوع بهارات انتوا بتحبوها تقدروا تحطوه، ممكن تحطوا شويه من الكزبره، شويه من الشطه، لو عندكم مكعب من مرقه الدجاج، اي حاجه بتحبوها في الخضار حطوها. انا استخدمت بس ملح وفلفل اسود وبابريكا زي ما قلت لكم. انا ما بحبش البهارات الكتير مع الخضار. على ما تستوي هعمل بقى شويه رز حبه وحبه. معايا كوبايتين من الرز، هاخد بس معاهم كوبايه الا ربع من الرز وهشوحها مع الزيت. طبعا معايا هنا الحله سخنه والزيت كان سخن، نزلت عليهم بالكوبايه الا ربع من الرز. هنبدا نشوحهم زي ما كاننا بنعمل رز بالشعريه، يعني لحد ما الرز بس لونه يبقى ذهبي كده اهوت فاتح. هفضل اشوح الرز فيها كده، شايفين، لحد ما يوصل معايا للدرجه او اللون ده. هسيبها بس تحمر شويه كمان. طبعا في الوصفة دي تقدروا برضو تستخدموا اي نوع رز انتوا بتحبوه، ممكن تعملوا معاها رز بسمتي، رز ابيض، رز بالشعرية، عايزين تاكلوها بالعيش، كلها بتبقى طعمها تحفة. هنزل بباقي كمية الرز بتاعتي، هشوحها مع الرز اللي احنا حمرناه في الاول. هنقلبهم كده كويس جدا مع بعض. اول ما الاقي الرز الابيض اللي احنا حطيناه سخن كمان مع الرز اللي احنا حمرناه، هنبدأ ننزل عليهم بالتوابل بتاعتنا. حطيت ملح وفلفل اسود، طبعا احنا بنظبط الملح على حسب رغبتنا. هنقلبهم ونشوحهم كده كويس جدا مع بعض. خلاص كده الرز كان سخن، هنزل عليه بميه سخنه، لازم الميه تكون سخنه. لو حطيت ميه بارده او حتى لو هي دافيه هتعجن معايا الرز. طبعا احنا عندنا الرز سخن فلازم احط عليه ميه سخنه، هتخلي معايا الرز يطلع مفلفل وحلو. لو حطينا ميه بارده هيطلع معجن وطعمه مش حلو. هنسيبه بقى كده، هغطيه، واول ما الرز يتشرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ههدي بقى عليه النار خالص، واسيبه تقريبا 10 دقايق على حسب ما يستوي، على نار هادية خالص، واسيبه بقى يكمل سوا براحته. على ما الرز يكمل سوا براحته ويخلص، هنا بقى كانت البسلة خلاص كانت استوت والطماطم كانت اتسبكت، وده كده كان شكلها. هننزل عليها بالكرات اللحمة المفرومة اللي احنا حمرناها في الاول زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبهم بقى يغلوا مع بعض تقريبا 10 دقايق. شايفين انا ما سبتش الطماطم اتسبكت وتقلت قوي، يعني انا شايفين لسه فيها شويه من الصوص كده بتاع الطماطم. هسيبها بقى، هسيب اللحمه المفرومه دي تتشرب مع البسله كده والجزر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ 10 دقايق بالظبط على نار هاديه، ده كله على نار هاديه، مش النار مش عاليه. وهطفي عليها بقى خلاص. بعد 10 دقايق هيكون هو ده بقى كده شكلها، والاكله هتكون جازت معايا والوصفه خلصت معايا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والوصفه تكون عجبتكم. جربوها، واللي يجربها يقولي عليها في الكومنتات عجبته ولا لا، وقولي بتحبوا تضيفوا معاها اي نوع من الخضار. هوريكم بقى شكل التقديم بتاعها كده في الاخر. عملت هنا كده، حطيت طبق فاضي وفضيت حواليه الرز. تقدروا طبعا التقديم برضو بتاعكم تقدروا تقدموها باي شكل، انا حبيت بس اعمل كده تجويف في النص كده واقدم، احط الكفته والبسله كده في النص زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. جربوها وقولوا رأيكم فيها.